بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه جورج نادا، شاب متشرد وعاطل من كولورادو، بيلف أمريكا يدور على مكان يستقر فيه، وبينتهي بيه الطريق للوس أنجلس بمبانيها العالية وفرصها الكبيرة. فبيروح مكتب التوظيف يدور على شغلانة، وبيلاقي زحمة كتير على المكتب والكل بيدور على شغل. فبيعمل جورج مقابلة مع موظفة هناك، وبيحكي لها على الوضع الصعب في بلده، وإن في شركات كتير قفلت فجأة وسابت الناس من غير شغل. الموظفة بتسمع له بس من غير اهتمام، وبتقول له إنه ما عندوش خبرة كفاية. فبيبتسم لها جورج ابتسامة أحباط، وبيمشي من مكتب التوظيف. وبيفضل يتمشى في شوارع المدينة من غير هدف لحد ما بيصادف واحد واعظ، فبيقف يسمع له. والواعظ كان متحمس وبيكلم مجموعة صغيرة من الناس، وبيقول لهم إن الشياطين سيطروا على عقول الطبقة الحاكمة في الأرض، وبيتحكموا في الناس العاديين من خلالهم، وبيطلب منهم يفوقوا ويحرروا نفسهم من سيطرة النخبة. وفجأة بتظهر عربية شرطة، فبيمشي جورج من المكان، وفي الطريق بيشوف راجل غريب كأنه نايم على نفسه ومبحلق في إعلان عاجي على تلفزيون في واجهة محل. فمش بيدي الموضوع اهتمام وبيكمل مشي، وفي الآخر بيلاقي مأوى مؤقت للمتشردين، فبيقرر يبات هناك. ولما بيبص جنبه بيلاقي واحدة قاعدة منبهرة قوي وبتتفرج على التلفزيون على نجمة نرجسية، فاكرة إنها عمرها ما هتكبر. بس جورج كان تعبان ومريح على كرسي وعمال يفكر. وتاني يوم بيروح موقع بناء وبيحاول يشتغل عامل هناك، لكن المدير رفض عشان بيشغلوا بس أعضاء النقابة. لكن جورج قدر يقنعه، والمدير بيناقش معاه الأجرة وبيوظفه، وفعلا بدأ يشتغل بجد تحت حرارة الشمس. وبالرغم إن مشكلة الشغل اتحلت، بس لسه هياخد فلوسه بعد كام يوم، ولسه ما عندهوش مكان يبات فيه. فبيجي واحد من العمال اسمه فرانك، وبيلاحظ جورج العامل الجديد اللي كان باين عليه الإحباط، وبيعرض عليه يوريه مكان فيه أكل ودش سخن. جورج كان شاكك في الأول، بس في الآخر بيروح معاه. في الطريق بدأوا يتكلموا مع بعض وبقوا أصحاب، وفرانك وداه المعسكر فيه ناس لطيفة جايين زيهم من حتت مختلفة في العالم يدوروا على فرصة عمل، والكل هناك بيساعد بعضه، حتى الأطفال كانوا مبسوطين. وبنقابل واحد اسمه جيلبرت، واللي بيرحب بجورج، ولما بيجي وقت الغدا بيدوا لجورج وجبة كبيرة ودسمة. وهم بياكلوا، فرانك بدأ يحكي قصته لجورج، وإنه نفس الكلام سافر لمدينة تانية عشان يساعد عيلته اللي في ديترويت، وكان متعصب قوي من النخبة اللي مالوا جيوبهم فلوس وقفلوا كل المصانع في بلده وسابوا الناس من غير شغل، وإنه زهق خلاص ومستعد يعمل أي حاجة لو مصنع تاني اتقفل. فرانك مؤمن إن الطبقات الفقيرة لازم تحارب عشان تعيش، وبيهزر مع جورج وبيقول له إنه مستعد ينافسه على أول فرصة ذهبية تقابلهم. جورج واللي كان متفائل أكتر من فرانك بيصمم يشتغل بجد ويبني حياته من الصفر. وبالليل جورج كان بيتمشى في المعسكر وبيلاحظ ناس بتتفرج على إعلان عن ضوافر صناعية، وفجأة الإرسال اتقطع، وظهر واحد على الشاشة بيقول إن الناس بقت عايشة في عالم وهمي، وإن مجموعة كائنات مجهولة بتبعت إشهارات للأرض بتخلي الناس في غيبوبة وتمنعهم من التفكير، وإن الفقر بيزيد والظلم بيكبر لأن الفضائيين عملوا غسيل مخ للناس وخلوهم ما يهتموش غير بمصلحتهم. سكان المعسكر تجاهلوا الرسالة التحذيرية دي وما اشتكوش غير من صداع، ورجعوا يتفرجوا على ماتش البيسبول. لكن جورج بيلاحظ قسيس أعمى واقف قريب وعمال يكرر كل كلمة قالها الراجل في التلفزيون، وبيشوف جيلبرت رايح ناحيته، مع إن جورج ما سمعش كلامهم بس حس إنهم بيتكلموا عن حاجة سرية. وجيلبرت ودى القسيس للكنيسة بتاعة المعسكر، وده خلى جورج يشك إنهم مخبيين حاجة. وتاني يوم الصبح جورج بيقابل جيلبرت عند مدخل المعسكر وبيسأله عن زيارته للكنيسة بالليل. جيلبرت قال له إن الكنيسة فيها مطبخ للمتشردين وكان هناك عشان يجهزه. كمان قال إنه بيغني في كورال الكنيسة والبروفا هتبدأ قريب. الراجل الغريب ظهر تاني على الشاشة وبيطلب من الناس يوقفوا الإشارة المنومة دي فوراً، والبث ده خلى الناس يجيلها صداع، والصداع ده ما راحش غير لما غيروا القناة لماتش البيسبول. وبيجري جيلبرت وهو قلقان ناحية الكنيسة، والمرة دي بيقرر جورج يروح وراه. وجوه الكنيسة بيسمع صوت الكورال، بس لما دخل جوه بيشوف معمل كيميائي صغير وكتابة غامضة على الحيطة: هم عايشين واحنا نايمين. وبيلاقي ريكوردر مشغل نشيد الكورال بصوت عالي عشان يغطي على صوت الاجتماع السري اللي في الأوضة اللي جنبه. وجوه
بيشوف جilberto والوعظ اللي بيطلع في التلفزيون وأعضاء مجموعة سرية بيخططوا يخطفوا البث تاني عشان يوصلوا الناس أكتر، وهدفهم يجندوا ناس كتير عشان ينشروا رسالتهم بفعالية. وجورج وهو بيتصنت عليهم رجع خطوة لورا واتكعبل في خزنة مخفية مليانة صناديق، فبيقرر يمشي دلوقتي ويرجع في وقت تاني. فبيقفل الخزنة وبيمشي، لكنه بيصادف القسيس الأعمى. القسيس بيلمس وشه وإيديه وعرف على طول إنه العامل الجديد، ومن غير تردد بدأ يكلمه عن الثورة. لكن جورج اتوتر وجاري بره الكنيسة، بس القسيس قال له انت هترجع تاني. وفجأة بتظهر هليكوبتر فوق الكنيسة، فالناس اللي جوه الكنيسة بيقلقوا، لكن الهليكوبتر طارت بعيد. وجورج بياخد منظار من شاب عشان يشوف ايه اللي هيحصل، وبيشوف جilberto وشركاته بيحطوا الصناديق في عربية. فبيشوفوا فرانك وبينصحوا ما يتدخلش لأنه مش عايز مشاكل. لكن فجأة بيلاقوا المعسكر والكنيسة متحوطين بالشرطة من كل مكان، والسكان مش فاهمين ايه الجريمة اللي عملوها. والشرطة دخلت بالجرارات وبدأوا يهدوا خيام المعسكر، والسكان بيهربوا وهم مرعوبين. وجورج كان مصدوم وهو شايف الشرطة بتهد حياة ناس طيبين من غير رحمة. والضباط قبضوا على القسيس ووعظ التلفزيون وضربوهم لحد ما ماتوا، وأي حد ما قدرش يهرب قابل نفس المصير. وجورج ما قدرش ينقذ اللي اتقبض عليهم، بس أنقذ شاب كان مرعوب ومستخبي. جورج والولد بيهربوا للدور العلوي في الكنيسة، وهم ماشيين في الممر بيلاقوا أوضة فيها ناس مستخبيين، لكن ولا واحد منهم كان فاهم هم ليه تعرضوا للهجوم، فبيقضوا الليل مستخبيين. وتاني يوم الصبح بيخرجوا يشوفوا اللي حصل في المعسكر، فبيلاقوا المكان زي ما يكون عدى عليه إعصار. والغريب إن التلفزيون لسه شغال وسط الأنقاض ومشغل إعلانات كوميدية. وجورج قرر يدور في خزنة الكنيسة، فبيلاقي صندوق زي اللي كان مع جilberto، وبيطلع جواه نظارات شمس كتيرة. فبيرمي جورج الصندوق في الزبالة، بس بياخد نظارتين في جيبه. وهو بيتمشى في المدينة بيلبس النظارة، بيلاقي كل حاجة حواليه بقت أبيض واسود، والعالم اللي كان مألوف بقى مختلف تماما. وكل لوحة إعلانات وعلامة عنوان بقوا مكتوب عليهم أوامر زي الطاعة، اتجوز وخلف، استهلك، اتفرج على التلفزيون، ما تفكرش. صور المجلات اللامعة اتغيرت بشعارات متلاعبة ودعوات للخضوع. الناس اللي كانوا عاديين بقوا وشوشهم زي الكائنات الفضائية. جورج شال النضارة وبعدين لبسها تاني عشان يتأكد الراجل اللي قدامه فعلا شكله زي كائن فضائي، وبيبص لجورج باستغراب. كمان شاف أجهزة إرسال على كل إشارة مرور بتطلع صوت منوم بيكرر الأوامر. ولما فهم إن مش كل البشر زي بعض، شاف ناس عاديين بيتكلموا مع الفضائيين، ولاحظ إن الفضائيين دول هم الأنجح في المجتمع. ولما دخل سوبر ماركت شاف سياسي على التلفزيون من غير النضارة، كان شكله بشري، بس بالنضارة كان فضائي. جورج فضل يضحك بجنون، وبعدين بتخبط فيه واحدة ست فقعد يزعق لها، لكنها كانت فضائية. فبيحاول جورج يحذر الناس منها، لكنه كشف نفسه قدامهم. والست بتنبه زمايلها الفضائيين عن طريق جهاز لابساه في ايديها، فبيحاصروه فضائيين متخفيين في زي شرطة وبيقبضوا عليه، وبيسألوه جاب النضارة منين، فبيرفض يقول لهم، وبيهددوه ينضم ليهم أحسن له، لكنه بيقاومهم وبيضربهم وبياخد سلاحهم. وبعد شوية عربيات الشرطة مالت الشارع، فبيدخل جورج يستخبى في بنك، بس بيلاقي نص العملاء في البنك فضائيين، فبيفتح النار عليهم، وواحد منهم طلب تعزيزات. وجورج بيوقع طيارة درون، وبعدين بيهرب لجراج مقفول، وهناك بيقابل واحدة بشرية اسمها هولي، وبيجبرها توصله لبيتها علشان يهرب من اللي بيطاردوه. وهناك بيحاول يستريح من التعب، وبيقول لها إن العالم في خطر وبيتحكم فيه كائنات فضائية، وبيطلب منها تلبس النضارة عشان تشوف بنفسها، بس هي رفضت وما صدقتش. ولما غمض عينيه لحظة كسرت إزازة على دماغه، وبعدين زقته من شباك من الدور التاني. بمعجزة نجا من السقوط، بس خسر النضارة واضطر يهرب تاني، وبيستخبى تحت كوبري وبيقضي الليل في الشوارع. وتاني يوم بيرجع لموقع البناء وبيطلب من فرانك يساعده في حربه ضد الفضائيين. فرانك كان مرعوب من اللي بيحصل وبيرفض يساعده. بعدها بيرجع جورج لصندوق الزبالة اللي رمى فيه صندوق النضارات، بس لقاه فاضي. فبيشوف تريلة زبالة قريبة، فبيطلع عليها وبيفتش في الزبالة، ولقى كام نضارة لسه موجودين. فرانك بالصدفة وهو معدي شاف جورج بيدور في الزبالة، فبيديله فرانك أجرته وبيقوله إنه مش هيقدر يساعده تاني. جورج أصر إن فرانك يجرب النضارات، بس فرانك رفض
وفاكر إن جورج اتجنن، لكن جورج من كتر الإحباط بيضرب فرانك وبيتخانق معاه وبيجبره يلبس النضارة. فرانك كان مرعوب من الحقيقة لكن أخيرا صدق، وبيروحوا هما الاتنين يأجروا أوضة في فندق علشان يناقشوا خطوتهم الجاية. وهم قاعدين بيتكلموا بيفتكر جورج قصة طفولته وإنه عاش في فقر شديد وإنه تعرض للظلم الاجتماعي بسبب الفضائيين، لكنه دلوقتي ناوي ينتقم لحياته اللي اتدمرت. وتاني يوم الصبح بيقابلوا جيلبرت عند الفندق، وكان لابس النضارة هو كمان، وبيدعوهم لاجتماع سري مع بشر زيهم في نفس الليلة. وفي العنوان اللي قالهم عليه بيقابلوا ناس من كل الأعمار بيبدلوا النضارات بعدسات أحدث وأأمن وبتدي صورة أوضح. وبيشرح لهم جيلبرت مين الفضائيين دول وإنهم بيجندوا بشر عاديين علشان السلطة والمال في مقابل الولاء، وبالنسبة لهم الأرض مجرد بيزنس ومصدر مؤقت للموارد، وإن الكوارث العالمية وتغير المناخ من فعلهم، ولما موارد الأرض تخلص هينتقلوا يستعبدوا عوالم تانية. وقتها واحد من المقاومة بيوري فرانك ساعة فضائية وبيقول له إنه هيحتفظ بيها، وإنهم لسه ما قدروش يفكوا شفرة الجهاز اللي بيخلي الفضائيين يسافروا في الفضاء ويتكلموا مع بعض. بعدها جيلبرت بيشجع المقاومة وبيقول لهم إن لسه ما فيش مقاتلين كفاية لهجوم كبير، بس عزمهم أقوى من أي حاجة، وأهم حاجة دلوقتي يلاقوا مصدر الإشارة ويعطلوه عشان يصحوا البشرية. وبتظهر هولي في الاجتماع وكان باين عليها التوتر، وكانت عمالة بتفرك في نضارة جورج وبتعتذر عن اللي عملته معاه المرة اللي فاتت. وفجأة الشرطة بتهاجم المكان ومعظم المقاومين اتقتلوا وهما بيحاولوا يهربوا، بس جورج وفرانك وهولي قدروا يهربوا من غير ما يتصابوا، وكل واحد منهم طلع سلاح وبيضربوا نار على الفضائيين الضباط وبيستخبوا في زقاق. بعدها جورج كان عايز يوصل لهولي علشان ينقذها، بس فرانك وقفه وبيقول له الساعة بتاعت الفضائيين اشتغلت، وبالغلط فتحوا بوابة العالم تاني، وبيلاقوا نفسهم محاصرين من الشرطة، فبينطوا في الحفرة وبيلاقوا نفسهم في قاعدة فضائية تحت الأرض، وبيشوفوا كتابات غريبة على الحيطة، فبيتحركوا بحذر جوه الممر، وبيلاقوا نقطة تفتيش فضائية فيها ضباط متخفيين، وبيبلغوا بعض إن عملية مسح الإرهابيين خلصت، فبيروحوا يحتفلوا وهم مبسوطين. جورج وفرانك خلعوا من جنبهم ومشيوا ورا الصوت اللي في الممر لحد ما وصلوا لقاعة الحفلات، وهناك بيشوفوا راجل لابس بدلة غالية وكان عمال يمدح التحالف البشري الفضائي وبيتباهى إنه غزوهم للأرض قرب يكتمل، وإن ده هيجيب فوائد كبيرة للنخبة البشرية، والناس كانت بتسقف له بحماس. واحد صديقهم من المعسكر القديم واللي دلوقتي بقى متحالف مع الفضائيين افتكر إن جورج وفرانك انضموا للجانب الرابح، واستغرب إنهم لسه لابسين هدوم مقطعة، فبيعرض عليهم يوريهم القاعدة وبياخدهم للمكان اللي الفضائيين بيسافروا منه للكواكب التانية، وبعدين بيوديهم لاستوديو التلفزيون الرئيسي واللي فيه نقطة بث الإشارة المنومة. فبيحاول جورج يخدع المرشد بتاعهم عشان يدخلهم، بس الحراس طلبوا منهم تصاريح خاصة، فالرجالة سحبوا سلاحهم وحاربوا عشان يدخلوا الاستوديو. فبيقول لهم زميلهم القديم يقبلوا بحكم الفضائيين وإنهم خلاص استعبدوا الكوكب وإن الانضمام ليهم هيديهم قوة ورفاهية، لكنه علشان خاين بيهرب بالتليبورت بسرعة أول ما لقى فرصة. واصحابنا اقتحموا المكتب الرئيسي وفضلوا يدوروا على جهاز الإرسال المنوم اللي على السطح، وهم في الطريق بيقابلوا هولي اللي قدرت تهرب من الفضائيين، وبيروحوا مع بعض للدور العلوي، بس هولي خانتهم وضربت نار على فرانك في دماغه، وبتروح لجورج وبتلاقيه وصل لطبق الإرسال، فبتأمره يستسلم والمسدس في إيدها، لكنه رفض وقتلها على طول. وبعدين دمر طبق الساتلايت، وفي نفس الوقت طيارات هليكوبتر مليانة فضائيين بيفتحوا النار عليه، وبيتصاب جورج بجرح مميت لكنه كان قطع الإشارة قبل ما يموت. وأخيرا البشرية بتعرف الحقيقة، وإن الفضائيين كانوا مستخبين بينا وبيبثوا برامج منومة وبيظهروا في الأفلام وبيسرقوا موارد الأرض، لكن بفضل واحد متشرد من كولورادو العالم صحي من نومه الطويل. وبس كده يا صديقي، وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك لقناة كبسولة أفلام علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري في عالم الأفلام، وما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتات. أشوفكم الملخص الجاي، سلام.